ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده دخلت المطبخ. انتوا عارفين ان انا كنت امبارح عامله شويه طماطم معاكم. الاربعة كيلو اللي كنت جايباهم مش كتير يعني، بس انا زي ما بقول لك كل ماده كده تريك 2 3 كيلو 4 كيلو. وانت بتشتري الحاجه بتاعتك يعني هات 2 3 كيلو مستويين كده او حاجه. وسبكيهم الاول. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح، انت بتغسليها كويس قوي وهي حب كده، وبعدين تحطها تنزلي بقى في الحله وهي زي ما هي كده. لو كبيره قوي قطعها نصين، لو مش كبيره سيبها زي ما هي وسيبها على النار. حط لها ربع كوبايه ميه او ما تحطلهاش، هي كده كده بتنزل ميه. لما تبدا تنزل ميه معاك وتطلع بخار وتبقبق كده، وطي لها بقى وسيبها نص ساعه مثلا على النار. نص ساعه كده تلاقيها نزلت ميه كتير صفرا، ميه كتير حمرا. المهم ان انت الميه دي تاخديها تصفيها بعد النص ساعه دي. تصفي الميه اللي فيها كويس قوي، وتضربها بقى بالهاند بلندر، بالخلاط، بالكبه اللي تحب تضربي بيه يعني. بس لو انت عندك الهاند بلندر عادي اضربها وهي سخنه عادي، ما تستنيش. ساعه ما تضربها بقى هي ما بتاخدش معاكي ربع ساعه تاني على النار، لان انت بتبقي سايباها شويه وهي حبه كده بتبقى سبكت شويه، فده بيقلل معاكي الوقت بتاع التسبيك. لان الجو برد بقى، انا كنت طفيت عليها بالليل وسبتها بقى عادي لحد ما قمت النهارده تاني يوم لما دخلت المطبخ على الظهر ولا حاجه. سبتها عادي بقى، عبيتها في اكياس. انت بقى عباها في اكياس، عباها في علب زي ما بتعبي، انا بقى زي ما بتعبي. انا بقى بحط في اكياس عشان بس يبقى يعني على قد الكيس على قد الطبخه وخلاص، بدل ما احط في علبه واطلعها واخد شويه وارجع. لو انت بتحتاج كميه صغيره منها يعني، لو انت دايما بتستعملي الطماطم الفريش وبتحتاج كميه صغيره من دي، ممكن تحطها في المكعبات بتاعه التلج، بحيث تاخدي مكعب او اتنين على حسب انت عاوز ايه، او تحطها في اكياس اصغر من دي، في اكياس اللي هي بتبقى النص يعني اكياس التلاجة دي. في الاكياس اللي بتاخد الكيلو وفي الاكياس اللي بتاخد النص، ممكن تجيب الاكياس الصغيره وتحط فيه. انا عبيتهم كده يعني، كل كيس كده كبشتين، انت تحط كبشه ونص ثلاثه على حسب انت عارفه الاكله بتاعتك انت بتاخدي قد ايه وبتستعملي قد ايه. وزي ما بقول لك ممكن تحطي حبه صغيره على اساس ان انت بتستعملي طماطم فريش كل مره وبتاخدي بس من دي حبه صغيره. انا حطيتهم بقى هنا، وكنت خدت منهم كمان، كنت بطبخ لوبيا النهارده، كنت خدت منهم شويه كمان لطبيخ اللوبيا. واعمل كام كيس دول كويسين هينفعوكي بعد كده، تحطهم في الفريزر. مفيش طماطم، الطماطم غلت ما غلتش، لو بصي طول ما الطماطم رخيصه ما تاخديش منها. يعني طول ما الطماطم رخيصه هاتي عادي اللي انت بتشتريها دي، ونقضي منها المستويه واضربيها واعملي بضربها في الخلاط يعني، واعملي منها الاكله بتاعتك. خلي الطماطم اللي انت بتسبكيها دي يعني كام كيس على كام كيس على كام كيس، هيجملوا معاكي مش هتحسي بيهم. واستعمليهم بقى لما الطماطم تغلى. يعني اكترية الاوقات لما الطماطم بتغلى انا ما بجيبش طماطم غير للسلطه بس. بيبقى عندي في الفريزر الطماطم اللي هي المسبكه دي. فزي ما بقول لك كده، انت هاتي وركنها في الفريزر، انسيها خالص طول ما الطماطم رخيصه ما تجيبيش منها. هنا بقى كنت هعمل فراخ، وكنت والله مطلعاها مش عارفه هعمل فيها ايه يعني. المهم ده بقولك ده كان فص توم كده، فصين تلاتة بس مش اكتر. خرطت بصلتين، خرطت طماطمتين، قرنين فلفل، بس يا كوكو. خرطتهم بقى كده، قلت اضربهم في الخلاط اعملهم زي تتبيله كده صغيره من غير زبادي ولا لبن ولا حاجه، التتبيله اللي هي بتاعه البصل والطماطم دي. خرطتهم كده، دي كانت حوالي فرخه الا ربع. قطعتها كده، غسلتها كويس قوي ونقعتها وحطيتها بقى وحطيتها في الصينيه بتاعتها. قلت لك احط دولت في الخلاط، الطماطم على البصل على فصين الثوم على قرن الفلفل، اي تتبيله بقى اي حاجه بقى بتحبيها حطيها. انا هحط في التتبيله بهارات فراخ بس، يعني ملح وبهارات فراخ بس. لو انت بقى بتحبي يعني، لو عايزه تحط، لو انا مش عندي بهارات فراخ حط عادي. طب احط عادي فلفل، كمون، كزبره، بابريكا اللي انت بتحبيه. واحط معلقتين زيت. انت بص تحط معلقتين 3 زيت في الفراخ اللي انت هتشويها بس. انما لو فراخ هتحط يعني هتقليها زي ستريبس او بانيه او كده، لو حطيتي في التتبيله زيت الكفر اللي فوق التتبيله هتفك منك. فهمتيني؟ يعني الزيت ده ما تحطوش في التتبيلات اللي انت يعني، لو انت هتقلي ده ستريبس او هتقلي كنتاكي او هتقلي بانيه او كده، ما تحطيش في التتبيله زيت. الزيت ده بينطر التتبيله بتاعه البقسماط دي لبره. احنا هنا حطينا زيت لان احنا هنشويها. انا هحطها على البوتاجاز كده، تاخد كام غلوه وادخلها الفرن. طالما الفرن فاضي بدخلها الفرن. يبقى احنا التتبيله كانت عباره عن بصل، طماطم، فلفل اخضر، فصين 3 توم، واي توابل انت بتحبيها، ومعلقتين 3 زيت. ضربت كل ده في الخلاط او في الكبه ونزلت عليه بالفراخ بس، مش اكتر من كده. هتحطيه بقى زي ما بقولك على النار يغلي غلوتين تلاتة كده، وبعدين انزله الفرن يكمل سوا وياخد لون. زي ما بقولك انا كنت بعمل النهارده لوبيا. بقعد انا محتاره يوم الطبيخ ده اعمل طبيخ ايه، لان بيقولك لا بسله لا، سبانخ لا، معرفش ايه لا. وكنت لسه عامله بطاطس، بيقعدوا يتدلعوا كتير على الطبيخ ده. فبفتح الفريزر بقعد ابص كده اشوف انا هعمل ايه، فلقيت قدامي لوبيا. انا ما عملتش لوبيا من زمان، اخر مره كنت عامله فاصوليا. زي ما بقولك انت، انا بجيب الكيلو او النص كيلو على حسب انا عندي مكان ايه في الفريزر. اسلقه يعني، انقعه مثلا من بالليل، وتاني يوم مثلا الظهر او العصر كده على حسب ما بدخل المطبخ آه اسلقه. دي طماطم من اللي انا كنت مسبكاه.
اسلق بقى الكيلو او النص كيلو زي ما بقولك على حسب المكان اللي عندي. ما بسلقوش قوي، انا بسلق يعني الا ربع سلقه، يعني مش نص سلقه ولا سلقه كامله، لا يعني سلقه الا ربع كده. يعني انا كنت حطيت بصل اتشوح كده ونزلت عليه بالطماطم اللي انا مسبكاها وشويه ملح وبس، لان انا كنت حاطه على التبيله زي ما بقولك سكر، انا حبه فلفل صغيرين. فبقول لك بقى انا بسلقها يعني تلات ارباع سلقه، واشيلها اصفيها في مصفى عشان تبرد. يعني طول ما انت سايبه الحاجه سخنه على بعضها على فكره بتفضل تستوي. فانت ساعه ما تشيليها من على النار، اللوبيا او الفاصوليا او اي حاجه بتسلقيها، ده كان كيس لوبيا انا مطلعاه، لوبيا او فاصوليا او اي حاجه بتسلقيها، طلعيها فرديها شويه على مصفى او على اي حاجه، حطيت عليها كوبايه ميه مغليه بس تفكها سن. هسيبها بس تتشوح كده في الصلصه دي 5 دقايق بس تغلي، وانزل عليها بقى بالميه المغليه. بتحطي برضو كميه الميه على حسب انت سلقاها قد ايه، يعني لو انت سلقاها قوي ما تحطوش ميه كتير لان هي مش تاخد وقت في السوا. انا حطيت على حسب، انا عارفه هي لسه هتستوي قد ايه، حطيت لها الكوبايتين دول، انا عارفه ان هي تكمل سواها بس فيهم، ويبقى فيها شويه صوص كده واحنا بنغرفها بس. لو انت عارفه ان هي مش لو انت عارفه ان انت مسويها قوي ما تحطيش طبعا، يعني نص كوبايه بس كفايه، على حسب هي تاخد غلوه بس. بس انت للاحسن ما تبقيش تسويها قوي علشان تحس بطعم اللوبيا. انت لما بتسويها قوي بتحس ان اللوبيا فاصله عن الطماطم كده. فانت الفاصوليا واللوبيا ابقي سويها ناقص سنه شويه وانت بتسلقيها. لو انت بقى مش بتحبي، مش من هواة السلق وتشيلي في الفريزر او كده، هتنقعي بقى مثلا بالليل كوبايه لوبيا او كوبايه فاصوليا على حسب انت بتستعملي قد ايه، ولما تقومي تدخلي المطبخ هتولعي عليها تسلقيها. على ما الطماطم بتاعتك تتسبك وكده هتكون هي خلاص اللي استوت معاكي. احنا بنعمل كده يعني للانجاز، ربما مفيش وقت، ربما كنا بره، ربما دخلنا المطبخ متاخر، بنحطهم في الفريزر. والله عندنا وقت ده احنا بنعمل من الصبح، ما عندناش بنطلع من الفريزر ونعمل. كل الخضار بقى على كده. انا بقى حمرت شويه شعريه، كنت بعمل شويه رز بشعريه عادي. على فكرة البسلة برضو والسبانخ والحاجات دي انا مش بسلقها في مية سخنة، يعني انا جربت الطريقتين. مثلا في السبانخ ان انا اسلقها في مية سخنة، يعني اديها غلوة في مية سخنة وبعدين اطلعها على مية باردة. وجربت ان انا اعملها فريش كده، يعني اخرط مثلا السبانخ فريش كده او البسلة افرطها، واغسلها واقطع عليها الجزر مكعبات صغيرة كده على حسب ما انت بتحب واشيله. لقيت ان الطريقة اللي هي الخضرة كده، اللي هي من غير ما اسلقها في مية او انزلها في مية سخنة ومية باردة، الطريقة التانية احسن. يعني البسله مثلا هعملها معاكم، انا لسه ما جبتش بسله، بفرطها بس كده واقطع عليها الجزر واحطها في اكياس بقى زي ما انت بتحب او علب، واحطها في الفريزر بتاعك. هنا لما الاكل يستوي كنت بعت البت الماس جابت لي الحاجه دي، جابت لي التفاح والكيو ده. الكيو تقريبا كيلو ب100 تقريبا، والتفاح والله ما فاكره، بتهيألي ب70، يعني بتهيألي التفاح ب70 والجوافة مش عارفه ايه. المهم ان الكيو ده والتفاح وكل حاجه كانت كيلو. وبعدين جابوا سفندي بعد ده، كانوا شايفين سفندي وبعدهم جابوه بقى بعد ده. المهم ان التفاح والجوافة والكيو ده كانوا ب200، والسفندي لما راحوا جابوه بعدها كان ب15، والبرتقال زي ما بقول لك امبارح فيه 15 وفيه ب10. هنا بقى كان الاكل استوى ودخلت غرفت لهم بقى الاكل بعد ما جابوا بقى الفاكهه والاكل. كنت خلاص دخلت الفراخ الفرن اتحمرت، بتتحمر وبتطلع تحفه معاكي. الصوص بتاعها لو انت بتحبيها تلاقي في الصينيه تاخدي تحطي منه على الرز وانت بتاكلي. لو انت مش عامله طبيخ ممكن تكملي بالصوص ده، تاكلي بيه عادي. الرز بيبقى طعمه حلو، بيبقى طعمه جميل. الفراخ بقى دخلها زي ما بقولك تحت الشوايه كده تاخد لون. اللوبيا زي ما بقولك هو ده بس ده يعني ده الصوص اللي باقي فيها. زي ما بقولك انا حطيت ميه على حسب انا عارفه هي هتستوي في كميه، يعني في وقت قد ايه. بس كده ده كان الاكل بتاعنا النهارده، ما خدش وقت، واهم حاجه بسطتني في الاكل شويه الطماطم اللي انا سبكتهم وعنتهم في الفريزر. جربوا بقى حاجتك كده وحطوا في الفريزر عشان ترتاحي بعد كده. الف هنا وشفا.